طب قولوا لي بس، قولوا لي انا واحد من الناس وزي الاف مؤلفه في النهضه نولعوا في نفسنا ببنزين عشان نرتاحوا من قضايا المباني؟ ما هو ما فيش حل انك تطلع من قضيه مباني النهارده الا لما تموت هتروح القضيه، الله اعلم والله يمكن بعد ما يموتوا ما تروحش كمان. طب يا اي جهه تنفيذيه، يا اي مسؤول محترم في بلدنا، يا اي مسؤول عن القوانين ديت، يا عم يا اي مسؤول عن الوزراء، يا سياده الوزير، يا سياده رئيس الوزراء، تحب نولعه في نفسنا وتسقطوا القضيه من عندنا؟ لو عايزين نولعه في نفسنا وتسقطوا القضيه دي من عندنا ماشي، لكن تسيب لي قضيه زي السرطان في جسمي مش عارف اخلص منها ومش عايزنا اتكلم؟ لا، ده اللي احنا بنتكلموا فيه. يا جماعه ارحمونا، يا جماعه ارحمونا لله عز وجل. تمام. اذا احنا اللي احنا ناقمين عليه اصلا وقتلنا ومخلينا مش خلاص هننفجر، ظلم المحليات لينا، ظلم قضايا المباني علينا، الغرامات اللي قسمتنا